بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني بفيديو جديد. النهارده الشحنه بتاعتنا هتبقى للاقصر ان شاء الله. هنشحن طبعا الساعه ال 159 دبليو الاصليه، العلامه المائيه اهي. بصوا كده، شايفين لما نيجي نميل كلمه كاسيو بتظهر فيها، وكلمه كاسيو محفوره هنا بالشكل ده. ولو بصينا جوه هنا هنلاقي الكود ده على الاستراب، مع انه بيتقلد بس ما بيتقلدش بالنقاده. طبعا انا عندي واحده كاسيو تقليد جايبها دايما عشان الفيديوهات، لكن انا ما بحبش اشتغل في التقليد. شايفين السيريال بتاعها عامل ازاي، لكن بصوا هنا في الاصلي واضح جدا، حفر كده ايه مرتب يعني. وطبعا المسمار اللي هو صليبه وعادي بقى يتقلد. نيجي هنا نميل الساعه 3 زي ما هي 3، بصوا كده. لكن التقليد التلاتة دي تبان معاك 8. وبرضه في مكان جديد بقى نسبة النقاء بتاعه عالي شوية. طبعا هنشحن الشحنة سوا عن طريق بريد خدمة توصلها، باخد مصاريف الشحن مقدما. مصاريف الشحن من عندي للأقصر 121 جنيه، هنقوله 120 جنيه. باخد مصاريف الشحن ليه مقدما؟ لأن البريد بياخد مني مقدما. ولو حضرتك كنت بتلعب معايا ولا بتهزر ومرضتش على المندوب ولا استلمت، طبعا انا بدفع تمن الشحنه، حاجه اسمها ذهاب وعوده. لضمان حقي وحقك انا ما بخلكش تدفع تمن الساعه كلها، بتدفعها للمندوب لما تستلم، بس باخد مصاريف الشحن مقدما. واللي استلم مني قبل كده ساعه من الساعات دي او اي منتج يكتب في التعليقات برضو عشان يخلي الناس توثق فيا شويه. اللي بعمله كالاتي، وبرضه هوريكم في الاخر عن طريق الابليكيشن ازاي انا بشحن. اول حاجه اسفنجه زي كده، تاخد منها جزء بسيط هلزقها على الشاشه، مع ان هي كده كده هتبقى امان، لان انا بحطها في علبه وشنطه، مع انها والله ما بتجيش في علبه ولا شنطه من الوكيل نفسه. تمام، هي بتيجي معانا في علبه كرتون عاديه خالص. هحطها كده وهلزقها بسولوتيب من ده. تمام، تمن الساعة 980 غير شامل مصاريف الشحن. بتكلم عن السعر في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو، يعني ما تجيليش بعد سنتين وتقول لحضرتك كنت منزلها 980 ترجحوا بعد سنتين الساعة دي تبقى تمنها كام. لو شفت ليا فيديوهات زمان الساعة دي كانت ببلاش، بس طبعا العملة بقت في الأرض. انت لو جيت حسبتها هي تقريبا الساعة بما تساوي بالدولار مثلا، يعني 20 دولار تقريبا ولا 30، تقريبا 20 دولار. بس هو ايه حاجة كده بدائية، بس هو مش هتهين الساعة، هي بس عشان نحبس الشاشة لو ايه العلبة اتطبقت. تمام، انا ما بعملش الحركة دي دايما، او ما بعملهاش اصلا اساسا، العلبة بتبقى ضمان، بس صاحب الاوردر ده حلفني ان هي ما تتخربش، فحطيت موضوع الاسفنجة ديت عشان هو حلفني بالله بس. تمام، هو مش حابب يبقى فيها اي خربوش زي كده. تمام، وما بعملش الحركة دي كتير برضو، بس عشان الاقصر، واهل الاقصر ده تاني اوردر عامة بشحنه من الاقصر، وبس ده اول فيديو ايه اصوره وانا بشحن الاقصر. ده برفان هيبقى مننا كادو مني يعني، اتمنى ان هي تعجبك. الشحن ده رايح لمصعب. برضو اتمنى مصعب لما تستلم الساعة تصورها فيديو، لان الفيديو ده انا عايز انزله كامل، يعني انزله بعد ما حضرتك تستلم. برضو لو تصوره لي فيديو، لو ما صورتش لاي سبب ما، في ناس ما بتحبش التصوير، ان شاء الله برضه هنزل لكم الفيديو من غير تصوير مصعب. دي رشوة مصعب عشان تصور لنا الفيديو لا ابدا، دي طالعة محبة كده ليك.
وننزل عليها برضه عشان ايه ما يحصلش تسريب. نحطها هنا مع الساعة، أوقفها هنا. تمام. ونقفل العلبة كده، ونجيب الشنطة كده فيها العلبة كده. تمام. بعد كده المندوب بيجيلي، بنحط العلبة في الشنطة في الكيسة الخاصة بالبريد، البريد المصري خدمة توصلها، وبتتقفل الكيس وبتتشحن على الطريق ده. تمام. بالنسبة للابليكيشن، الناس اللي حابة تشتغل او تتعامل مع البريد مع خدمة توصلها، هو لحد الآن كويس معايا، مش وحش خالص. بس ترجع لحسب مكانك. انا هنا عشان معرفتي بالبريد كويس، الناس اللي شغالين في البريد طبعا جيران وحبايب، فبيجي يستلموا مني. في اماكن مشكلة المندوب ما يجيش يستلم منك او يغيب عنك فترة طبعا، فدي بتبقى مشكلة كبيرة. بالنسبة للتسليم يعني حلو برضو، مدته مش بعيدة. ولو في شكاوى بتتصل بالخط الساخن، لو ما عملوش بيه بتخش على جروب مثلا زي جروب شركات سيئة السمعة، وتكتب لهم تعمل لهم منشور، على طول بيتجاوبوا وبيتحركوا. بتعمل ليك حساب في البريد، لما بيستلموا الفلوس بيحطوا ايداع عليك في الحساب بتاعك. فنظام كويس مش وحش خالص. وطبعا مفيش شركة بيرفكت، كل لازم يكون فيها عيوب ومميزات. فطبيعي يمكن يكون في محافظة ما شحنت ليها يكون البريد بتاعها او الموظفين اللي هناك اسلوبهم مش كويس، او طريقتهم مش كويسة، او مش شايفين شغلهم فالاوردر يتأخر. انا على مدار يعتبر سنة شغال مع خدمة توصلها. يمكن مثلا حصلت معايا مشاكل في اوردرين 3 4، حاجة تتعدى على الصوابع يعني. منهم اوردر غاب اسبوعين، ومنهم اوردر غاب اسبوع، لكن هو في الغالب بيقعد من 3 ل5 ايام. اتمنى مكنش طولت عليكم، واسيبكم مع الابليكيشن واعرفكم ازاي انا شحنت عن طريق الابليكيشن. وبرضو بعد الفيديو بتاع الابليكيشن، لو مصعب بعت لي الفيديو هحط لكم الفيديو بتاعه وهو بيستلم الساعه. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا اول حاجه لازم تعملوا اكونت على الابليكيشن، موضوع بيبقى بسيط جدا يعني. بعد كده بتخش هتلاقي عندك بندين، البريد السريع وايزي بوكس. البريد السريع مش معناه انه سريع، لا، هو بيبقى نظام تسليم بدون مقابل، يعني يسلم للعميل بس ما ياخدش منه فلوس. وايزي بوكس ده النظام اللي هو بيستلم من العميل الفلوس. تمام. بتخش كده، احنا اخترنا طبعا ايزي بوكس عشان احنا عاملين اكونت، يبقى ظهر رقم التليفون والاسم. بعد كده هنختار المحافظة، شمال سينا. بعد كده بنختار اسم رمانة، والعنوان احنا هنعدلها اسم رمانة ديت، انا تبع بئر العبد، اسم بئر العبد اهو. تمام كده. العنوان طبعا بنكتب العنوان مفصل زي كده، مثلا بئر العبد. ده العنوان المندوب هيجي يستلم مني الشحنة عشان يشحنها للعميل. وسط البلد، خان الخليلي، ده اسم المحل بتاعي. تمام. بعد كده نكتب تفاصيل المرسل إليه. هنا أول باكية طبعا بنكتب الاسم، أول باكية بنكتب رقم التليفون. تاني حاجة بنكتب الاسم، ممكن نكتب هنا الاسم وتحت اسم الأب أو ما شابه يعني. بعد كده بنكتب العنوان، الأقصر. شارع الاعتماد، متفرع من
شارع المدينة، المدينة المنورة. تمام. عمارة ديليفري ابن البلد. بعد كده نكتب المنطقة هنا، نختار المنطقة الأقصر. تفاصيل الشحنة. وزن الشحنة هنا بيتكتب بالجرام، يعني 300 جرام، 400 جرام، 1000 يعني كيلو. تمام. لما عديت الكيلو مصاريف الشحن بتزيد 5 جنيه تقريبا أو 10 جنيه. بعد كده بيقول لي الشحنة يعني عبارة عن ايه، محتوى الشحنة. فأنا بكتب هدايا، يعني بتبقى شاملة بقى كل حاجة. بعد كده طبعا رقم الحساب والرقم القومي ده أصلا السيستم عامله لوحده. بكتب رقم التحصيل أو فلوس التحصيل 980. بعد كده بيديني طبعا الإجمالي مصاريف الشحن وكل حاجة، وبدوس إنشاء. بيديني هنا تم إنشاء الطلب، فبيديني سيريال كده. نجرب مثلا، ممكن ننسخ السيريال كود دوت، بتدوس عليه كده وتنسخه، وتخش هنا برضو تدخل ادخال رقم الشحنة، نعمل سيرش. جاري تجهيز الشحن كده، هو جاري التجهيز اساس المندوب هيجي يستلم مني الشحنة. طبعا انا هنا كلمت مصعب وعرفته ان الساعة وصلت المفروض مع المندوب، وهنا قال لي تمام وصلت يا كبير والف شكر على الريحة. العفو يا معالي الباشا، ومع انك ما قدرتنيش وسمعت الريكورد وما ردتش عليا، بس عادي انا مش زعلان. ولو حد محتاج اي حاجة يبعتلي ان شاء الله. بالنسبة للمسابقة اللي فاتت بتاعت الساعة كاسيو، 3 بس اللي جاوبوا صح. الساعة اللهم صل على النبي اصلية، بس مغيرة ظرف بس، لكن الساعة اصلية. واللي جاوبوا معايا 3. فدلوقتي هنعمل سحب. مش عايزين نشترك. ارقام نعمل ايه؟ 3. تمام. وبعد كده طبعا الساعة طبعا كانت بتاعت زبون، فمش عارف طبعا اشرح لكم عليها دلوقتي. المفروض كنت شرحت عليها وهي موجودة عندي، وكنت انزل لكم الفيديو بعدين. طيب انا كده خلاص اهو سحب. هو بيعمل ايه؟ النتيجة 6-7. دي هي ماتش كورة. ممكن اكيد ما عملنا حاجة غلط. نسحب على الارقام. على اساس ان انا هسحب 3. لا، هو السحب 1 بس، رقم 1 بس، ورقم الاول 3، ورقم النهائي رقم الاول 1، ورقم النهائي 3. بس كده، ترتيب عشوائي سحب. كده رقم 3 اللي كسب معانا. هعمل له دلوقتي كومنت. تمام. يتواصل معايا طبعا، وان شاء الله عشان نلحق بس اشحن له الساعة، عشان ايام الجاية تبقى ضغط قبل العيد. والف مبروك، واستنوا ان شاء الله مسابقات جاية كتيرة. طبعا الساعات الكاسيو ديت ما بتخلصش عندي لما بتيجي الصيانة. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.